السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نرحب بالوزير الأخ الوزير الدفاع، مشكورا جاء إلى النجف الأشرف ليعلن أن الجيش ليس جيشا طائفيا وإنما هو جيش للعراق أجمع، يدافع عن أي جزء وأي شبر من أرض العراق. وهذه رسالة مهمة إلى جميع الشعب العراقي وإلى جميع الدول الخارجية بأن الجيش لا زال إن شاء الله قوي، وسنعمل معا إلى إرجاع هيبة الجيش وإلى وحدة الجيش وإلى وحدة العراق، وإلى أن يمسك الجيش العراقي بزمام الأمور، وندفع كل الميليشيات وكل المسميات الأخرى إلى الخارج ليحل مكانها الجيش العراقي، فهو الوحيد الذي يجب عليه أخذ ومسك الأرض وتحرير الأرض من الإرهابيين ومن التكفيريين ومن كل خطر يداهم العراق. جزاكم الله خير جزاء المحسنين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا زيارتنا اليوم حقيقة زيارة أنا أعتبرها تاريخية، جاءت بناء على دعوة من الأخ السيد مقتدى الصدر، وحقيقة في لقائنا هذا ولو هو كان قصير ولكن أعتقد حققنا الكثير، وأنا بالنسبة لي يعني أعتبر جزء مهم من دعم الجيش العراقي تحقق في هذه الزيارة. السيد مقتدى الصدر وصف وضع الجيش العراقي توصيف دقيق، وكأنما هو جزء من المنظومة الدفاعية العراقية وجزء من وزارة الدفاع، وكانت توجيهاته حقيقة محل اهتمام كبير. ونحن أيضا تقريبا على نفس المسار، التوجه وطني واضح، يدعو الأخ السيد مقتدى الصدر إلى التعامل باعتدال بوطنية عالية، نبذ الطائفية، رفض الميليشيات، يجب أن تعاد هيبة الجيش العراقي إلى ما كانت عليه وأقوى. ينبغي أن نقضي على الإرهاب بقوة الجيش وليس بأي قوة أخرى. الجيش هو جيش العراق، جيش العراقيين، ينبغي أن يكون الجيش العراقي هو صمام الأمان للعراقيين جميعا. ينبغي أن تكون وزارة الدفاع حاضرة في كل شبر من أرض العراق، لا تكون الدفاع لا شيعية ولا سنية ولا كردية، تكون عراقية فقط، وطنية. القاسم المشترك الذي يجمع المؤسسة العسكرية والعسكرية في العراق هو العراق. لا عزة لنا إلا بالعراق وبوحدة العراق. أشكركم جدا. مع الوزير إعادة فكرة القوات العراقية في الدراسة الجنوبية والمستعمرة، الدفاع عن القوات المتمثلة في غير زائلين في نجف أو كربلاء أو سامراء. إعادة هيكلة الجيش، نحن منذ تسلمنا وزارة الدفاع عملنا بكل قوة في إعادة بناء الجيش، وبدليل هناك خطوات كثيرة، ومن أولها هي تبديل العديد من القيادات العسكرية. وعندما يكون الجيش في حالة ضعف المعنويات أو الانكسار، فمن أفضل الخطوات لإعادة المعنويات هي تبديل القيادات العسكرية. حماية العتبات المقدسة والأماكن الدينية في العراق هي مسؤولية القوات الأمنية بالأجمع، داخلية ودفاع، ونحن حريصون على كل الخطط الأمنية اللي تنفذ، وخاصة في أيام الزيارات. وأنا كنت متواصل مع قيادة عمليات الفرات الأوسط عند الزيارات في 10 من محرم وفي زيارة 40، والخطط الأمنية جارية على قدم وساق. كيف نندمج يعني الفصائل المسلحة الموجودة الآن اللي تقاتل داعش وغير داعش، وكذلك الجيش الشعبي في المؤسسة العسكرية في سامراء وغير سامراء والمناطق المحررة؟ أعتقد هذا الموضوع سيناقش فيه. نحن هسه بصدد تهيئة لمعركة تحرير العراق، والكل من يقاتل الإرهاب سنساعده نحن أيضا، وسيكون له موقف مشرف معنا، كلنا بخدمة الجيش. نعم إن شاء الله. إن شاء الله. والكل حقيقة هو هذا المهم كما تفضل الأخ السيد، أنه الكل ينبغي أن يعمل في ظل الجيش العراقي من أجل تحرير العراق. والحشد الشعبي والفصائل المسلحة الأخرى يوجد عدد كبير من هم موظفين في الدولة، ولكن جاءوا متطوعين، قسم منهم طلاب، قسم حتى ضباط متقاعدين، فجاءوا يقاتلون الإرهاب. وعندما تنتهي معارك التحرير سيكون لنا حديث آخر إن شاء الله. كيف تقيمون الدعم الدولي للعراق لمحاربة الإرهاب؟ أنا تكلمت في هذا الخصوص، حقيقة لا يتناسب مع إمكانيات هذه الدول. هذه الدول عندما 62 دولة تكون موجودة وتحارب عصابات، فالمفترض أن يقضى عليها بخلال أسبوع. شكرا جزيلا. أنتم يا جند